محور الدفاع مروان حدودي واسماعيل مقدم في وسط والفريق المصري محمود كهرباء. هل سيوفق كهرباء في هذه المباراة؟ قام ب4 تغييرات كاملة قياسا بمباراة الذهاب. ركنية رجوية، كرة بالراس الشناوي، زاروني تصديق الكرة المطالبة بضربة جزاء، والحكم الليبي في عالي من جانب النادي الاهلي بالراس في عدل زاروني. خذوات رايح العملية، التصويب إعادة لتصويب زاروني من زاوية أخرى. قامات العريقة والقوية إسماعيل مقدم، مروان حدودي. تسرع واضح من اللاعبين المغاربة. اليو ديانج يحاول الهروب المالي في هذه الكرة، رجع ولو نوفل زاروني يعود عليه محمود بن دايج. ممتاز المدافع الايسر انس الزنيتي للرجاء. تعود الكرة بمخالفة، يعدي اليو ديانج يتصدى هادي، يعدي من مروان عطية. المنعم رجل الامان، سك الامان في دفاع النادي الاهلي. تعدي يسري والحكم الليبي ياتي مخالفة في النهاية الرئيسية المغربية في 9 دقائق من نهاية الشوط الاول. بدايته في النادي الرياضي السفاقسي. الركنية، هنالك احتكاك بين اليو ديانج حسين الشحات، مخالفة، تغيير نسق من جانب الرجاء. كرة امام سلطان افريقيا حمزة لاعب بلده السابق، يتقدم يمشي رويدا يسري صفر. اصحاب القلوب الضعيفة من جانب الفريقين. فرصة كبيرة اهدرها فريق الرجاء امام حمزة كابة، وتحرم النادي الرجاء من الاسبقية. محمد هاني كرة. السلام عليكم. أخبار كريم بنزيما. أعلن اللاعب الدولي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد عن اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب فرنسا. كتب بنزيما عبر حسابه في تويتر: لقد بذلت الجهد وارتكبت الأخطاء، وكل ذلك أوصلني إلى أين أنا الآن. أنا فخور اليوم بكل ذلك. كتبت قصتي وقصتنا نحن انتهت. بدأت الأزمة بأن بنزيما لم يحصل على أي استدعاء رسمي في قوائم منتخب فرنسا في الفترة من 2014 حتى 2020 بسبب خلافات شخصية مع المدرب ديدي تشامب قبل العودة بدءا من كأس أوروبا الماضية. وقد غادر بنزيما معسكر منتخب فرنسا في كأس العالم بسبب الإصابة قبل يوم واحد من انطلاق المونديال في قطر. وأثار مهاجم ريال مدريد الجدل عندما نشر كريم بنزيما عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام رسالة قصيرة جاء فيها بعد تأهل فرنسا إلى نهائي كأس العالم، وقال: لست مهتما. رسميا بنزيما استفز المدرب ديدي تشامب في إحدى المؤتمرات الصحفية التي تسبق نهائي كأس العالم. وقال تشامب بعدما تلقى سؤالا بشأن إمكانية إعادة بنزيما إلى قائمة فرنسا في نهائي كأس العالم: السؤال سخيف لن أجيب عليه، أفضل أن أنتقل إلى السؤال التالي. ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قد تلقى كريم بنزيما رفقة لاعبين آخرين دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أجل حضور نهائي كأس العالم 2022 من مدرجات ملعب لوسيل في قطر. لكن أوضحت التقارير أن بنزيما رفض تلبية دعوة رئيس فرنسا،
رغم موافقة آخرين زي بوجبا وكانتي. وحسبما ذكرت صحيفة مونديال للإسبانية أن ديدي تشامب مستمر مع منتخب فرنسا حتى يورو 2024، وهذا يعني عدم انضمام بنزيما إلى قائمة الديوك. تحياتي لكم، بمشاهدة ممتعة إن شاء الله.